في محلات الضلمة اللي جواها بتخوف أكتر من الشارع بالليل. محلات بتحس إن أبوابها بتخبي سر مش عايز يطلع للنور. محل عم رمضان بتاع الفوانيس كان واحد من دول، ساكن في ورشته القديمة في أضيق حارة في الحي. إيده مش بتبطل لحام ودق على الصاج. طول النهار بيعمل فوانيس عادية وبيبيعها للناس بوش خالي من أي تعبير. بس كل يوم بعد نص الليل الحارة كلها بتصحى على كابوس، صوت خربشة، دق مكتوم كأن حد بيكسر عظم، ونور أحمر ضعيف بيرعش من فتحات بابه الخشب القديم. الجيران كانوا بيقفلوا شبابيكهم بخوف ويقولوا الراجل ده بيحضر حاجة، أو عقله طار وبقى يكلم العفاريت. ومع ذلك الوشة بتفضل مقفولة، والصوت بيزيد رعب، وريحة شياط غريبة بتملى المكان، والباب بيفضل مقفول ب3 أقفال. في الأيام اللي قبل رمضان الموضوع كان بيكبر وبيبقى مرعب. سرعة الدق بتبقى أسرع، وأصوات همس غريبة وعياط مكتوم بتطلع من الوشة، لحد ما في يوم النور الأحمر فضل شغال للصبح وعم رمضان مخرجش. الشاب محمود، طالب ساكن في البيت اللي قصاده، ما قدرش يستحمل الفضول الممزوج بالرعب. نزل بالليل متسحب وقرب من الباب وبص من خرم المفتاح. شاف حاجة خلت الدم يهرب من وشه. عم رمضان كان قاعد على الأرض في الضلمة ماسك حتت إزاز مكسور عليها بقعة غامقة لونها زي الدم الناشف، وبيركبها بإيده اللي بتنزف في فانوس حديد ضخم وشكله مخيف، وبيتكلم بصوت واطي مع خيال بيتحرك على الحيطة. محمود من الرعب رجع لورا ووقع صفيحة زبالة عملت دوشة. الورشة ضلمت فجأة والصوت سكت تماماً. الباب اتفتح ببطء شديد، وعم رمضان ظهر في الضلمة، عينيه مبرقة ووشه لونه أصفر زي الميتين، وماسك في إيده آلة حادة. محمود اتسمر في مكانه بخوف وسأله بتهتها: انت بتعمل ايه جوه يا عم رمضان؟ وليه مخبي الفانوس ده؟ وايه الدم اللي عليه ده؟ عم رمضان سكت شوية، وعينيه اللي كانت بتلمع بالجنون انطفت. الآلة الحادة وقعت من إيده ورنت على الأرض، وملامح الرعب اللي في وشه اتحولت لكسرة قهر. فتح الباب ودخل محمود الوشة، شاور له على الفانوس الضخم وقال بصوت مخنوق بيترعش: البقعة دي مش دم، دي صدى وطين متجلط من أسفلت الشارع. من 15 سنة بنتي نور كانت ماسكة فانوسها وبتجري تستقبلني أول يوم رمضان على الناصية. عربية طايشة صدمتها وهربت، ملحقتش منها غير حتة الإزاز المكسور والصاج المطبق بتاع فانوسها. غسلت الإزاز بدموعي، بس أثر الأسفلت مرضيش يطلع. عم رمضان قعد على الأرض وسط الضلمة وكمل وهو بيبكي بانهيار: كل ليلة بحاول أجمع الفانوس من تاني. عقلي المريض مصور لي إني لو قدرت أصلح الفانوس ده وأرجعه سليم زي ما عملته لها، يمكن الزمن يرجع لورا والضربة تتلغي وبنتي ترجع لي. الخيال اللي بكلمه ده مش عفريت، ده ضلها اللي محفور في عيني ومش راضي يفارقني. أنا مش مجنون يا ابني، أنا بس أب مش عارف يدفن بنته جوه قلبه. محمود اللي كان داخل مرعوب وخايف جدا من فكرة وجود جن أو سحر، لقى نفسه قدام أب ميت بالحياة. الرعب الحقيقي كان في كمية الوجع اللي الراجل ده شايلها. قعد جنبه على الأرض ومن غير ولا كلمة مسك حتة إزاز صغيرة ومسحها من التراب وساعده يركبها في الفانوس. والأول مرة من 15 سنة عم رمضان يقفل الفانوس للآخر وولع شمعته. النور الأحمر اللي كان بيرعب الحارة اتحول لدفى حزين مالي الورشة، كأنه بيطبطب على روح نايمة في الشارع والبرد. الرسالة المرة دي: مش كل حاجة بتخوفنا وراها شر. ساعات الرعب اللي بنشوفه في تصرفات الناس وعزلتهم بيكون مجرد غلاف لفقد أكبر من إنهم يستحملوه لوحدهم.
الحزن بيخلق وحوش في خيالنا وبيخلينا نبان ناس غريبة ومخيفين للي برا. بس ساعات كل اللي الوحش ده محتاجه حد يكسر الباب ويشاركه ضلمته من غير ما يحكم عليه.